ترامب رجع يلعب بالنار تاني مع الصين بعد ما فرض عليهم رسوم جمركية بحوالي 145%. وطبعا الصين ما ردتش بالساهل، وردت بتعريفات عالية على المنتجات الأمريكية. الصين تسكت قامت ردت عليه برسوم جمركية 125%، وحرب تجارية مولعة، والشركات الأمريكية بتصرخ وكمان بتضغط على شركات زي جوجل. الأسعار بتغلى والشركات بتنهار. الوضع عامل خضة كبيرة للشركات الأمريكية وخصوصا الصغيرة، وفي تحذيرات إن حوالي 80% منها ممكن يقفل لو الوضع استمر على كده. ومستقبل الاقتصاد العالمي بقى على كف عفريت، وحرب تجارية مولعة، والدولار عمال يتراجع يوم ورا التاني، وثقة المستثمرين بتجري أكتر على الذهب. وثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي بدأت تضعف، أسعار هتغلى وركود اقتصادي ممكن يكون على الأبواب. فهل أنت مستعد للأزمة الجاية؟ سؤال ليك، تفتكر الحرب دي هتخلص ولا لسه في البداية؟ هل شايف الذهب يكمل صعود ولا هيصحح؟ بالنسبة للدولار، تشتريه ولا تبيع؟ اكتب لي رأيك في التعليقات وخلينا نشوف تحليلك.